بصوا، الحلقة دي أنا عارفة إنها أكتر حلقة اتسألت عليها، وأكتر حلقة ناس كتيرة كانت مستنياها. وحقكم عليا أنا اتأخرت عليكم فيها، بس يمكن لأني ما كنتش عايزة أطلع أقول كلام نظري وخلاص. كنت عايزة أعيش وأجرب وأغلط وأتوجع عشان لما أتكلم أكون بتكلم بجد. وقبل ما أقولك تعمل إيه لازم أقولك الحقيقة اللي محدش بيحب يسمعها. لحد النهاردة مفيش علاج رسمي للفايبروميالجيا، يعني كل الأدوية اللي بناخدها مش بتعالج، هي بس بتساعدنا نكمل. مهدئات وأدوية للبانيك أتاك وأدوية عصبية بتبطئ الإشارات اللي جاية من الجهاز العصبي، مسكنات وفي منها مسكنات تقيلة جدا، مضادات التهابات وفيتامينات ومكملات عشان نعوض نقص بيأثر على مزاجك أو عضلاتك، وأدوية للنوم عشان تكسر الدايرة اللي احنا عايشين فيها واللي اتكلمنا عليها في الحلقة اللي فاتت. أنا عن نفسي كنت برفض تماما، كنت شايفة إن المهدئات دي للناس اللي تعبانة نفسيا قوي أو اللي مش قادرة تسيطر على نفسها، وكنت بقول لنفسي أنا مش مريضة نفسية، أنا مش محتاجة الحاجات دي، أنا أقدر أتحمل، أقدر أعدي لوحدي، ومش عايزة أبقى مدمنة ولا عايزة أبقى ماشية متخدرة كده مش حاسة بحاجة. كنت بقاوح واجي على نفسي واضغط واستحمل، وكل ما استحمل اكتر الاقي نفسيتي بتقع اكتر، ابقى عصبيه اكتر ومش مستحمله كلمه من حد، وادخل في هجمه ورا هجمه والالم يزيد لدرجه اني بقيت زي اللي عامله ابونيه في المستشفى، رايحه جايه، لان في لحظات الالم بيبقى فوق الاحتمال وفوق اي كلام، وطبعا مفيش نوم خالص، زومبي عايش وسط الناس. لحد ما رحت للدكتوره وقعدت معايا بهدوء كده وقالت لي انتي عايزه ايه. السؤال كان بسيط بس أنا ما كنتش جاوبته بصدق قبل كده. قلت لها أنا عايزة أبقى بني آدمة طبيعية، عايزة أعرف أقوم من السرير من غير ما أعيط، عايزة أعرف أتحرك، أطبخ، ألعب مع ولادي، أروح شغلي، أعيش يوم عادي. طلب بسيط والله. قالت لي يبقى لازم تاخدي الأدوية. قلت لها أنا مش عايزة أبقى مدمنة. قالت لي تبقي مدمنة وتعيشي حياة طبيعية أحسن بكتير ما أنتي بتعذبي نفسك وبتقتليها بالبطيء. الجملة دي وجعتني بس صحتني، خلتني أفهم إني مش قوية لما أتحمل زيادة عن اللزوم، أنا بظلم نفسي. بص، أنا هنا مش بقولك خد أدوية وخلاص ولا تدمن، لأ، لو حالتك خفيفة وتقدر تتعامل من غيرها يبقى تمام، ربنا يديمها عليك نعمة. بس لو مش قادر تعيش ولو مش قادر تقوم من السرير، لو الألم واخد منك حياتك، ما تقساش على نفسك أكتر من كده. وبرضه لازم أكون صريحة، الأدوية مش سحر. أنا لسه بيجيلي هجمات، ولسه في أيام ما بقدرش أتحرك، ولسه في أيام بحس إني رجعت لنقطة الصفر، بس في أيام تانية بعرف أعيش ودي نعمة كبيرة. أنا فاكرة إني كنت بقول للدكتورة أنا موافقة على الأدوية اللي بتتحكم في الإشارات العصبية والبانيك أتاك، بس بلاش المسكنات التقيلة دي. قالت لي جربي وخدي وقتك. جربت، وفي مسكنات ما عملتش أي حاجة، وفي مسكنات تانية أول مرة كنت أحس معاها إني خفيفة، أول مرة من سنين أتحرك من غير دموع، أول مرة أحس إن الألم مش هو اللي سايقني. رجعت لها وقلت لها أنا اتحركت من غير ما أعيط. قالت لي شفتي أنت ليه بتعذبي نفسك. الموضوع خد وقت وتجارب واستبعاد أدوية وتجربة غيرها لحد ما وصلت لحاجة تمشيني، تنظم نومي شوية، تهدي البانيك أتاك، تقلل الألم، وتنقذني من الاكتئاب. والاكتئاب هنا مش كلمة سهلة، الاكتئاب هنا إنك تبقى قاعد ومش شايف فايدة ومش عايز تكمل، وممكن توصل إنك تدعي ربنا يريحك من الحياة، مش لأنك ضعيف لكن لأنك موجوع زيادة عن طاقتك. بس الغريب والجانب الإيجابي هنا إن الفايبروماليجيا رغم كل ده بتغيرك، بتخليك تشوف الناس بطريقة تانية، تخليك تحس بأي حد حتى لو شكله مبسوط، لأنك عرفت يعني إيه تبقى مبتسم من بره ومكسور من جوه. بقيت تدي أعذار من غير ما تستنى حد يبرر لك، بقيت تبص للدنيا بعدسة جديدة، عدسة فيها امتنان وشكر لله بأي لحظة بتعيشها كإنسان طبيعي، لأي يوم بتعديه من غير ألم، لأي ضحكة، عدسة فيها عطف كبير لأي إنسان بتقابله، لأنك عرفت يعني إيه ألم، يعني إيه تعب، يعني إيه إنك ما تعرفش أي حاجة عن حد ومش لازم تعرف حاجة. خليك حنين ورؤوف من غير سبب، بس في نفس الوقت أرجوك لازم تبقى رقيب على نفسك، لأن بصراحة المسكنات ممكن تبقى مغرية، وفي منها اللي يخليك حاسس براحة وسعادة كده من غير أي سبب، بس أنت مش عايز تبقى مدمن، أنت عايز تعيش، فخلي عندك قاعدة على قد الحاجة وبس. وأنا عن نفسي بحط 1000 خط تحت كلمة الحاجة. طيب نسيب الأدوية شوية ونروح لنفسك بقى. بص، جسمك بقى ذكي، بقى عارف إن التوتر أو التفكير الزيادة أو القعدة اللي فيها ضغط بعدها على طول في ألم وفي هجمة، فهتلاقي نفسك لوحدك بتبعد، بتتحاشى أي قلق وحزن. طيب ده كلام جميل بس مش كفاية، أنت ليك دور ومهم جدا، دور بيفرق كتير في حياتك، دور هو إنك تغير النظارة اللي بتبص بيها على الحياة.
انت محتاج تغير العدسات، محتاج تستمتع بالحاجات الجميلة اللي حواليك، محتاج تدرب عينك تبص وتدور على الحاجات الجميلة في أي حاجة، سواء كانت صورة جميلة أو ناس جميلة. محتاج تدور على ناس بسيطة، ناس تنبسط لما تقعد معاهم. محتاج تبص على الوردة الجميلة اللي في التيشيرت وتبعد نظرك عن أي قطع باين فيه. تتعلم إنك تقدر الجمال، تقدر البسمة الحلوة، تبص على الجانب الإيجابي وتتجاهل أي حاجة سلبية. صدقني الخطوة دي هتفرق قوي معاك، هيخلي عندك مصدر سعادة داخلي من غير ما تحس. اهرب وابعد عن الأخبار الوحشة، ابعد عن النكد، ابعد عن الناس المحبطة. طيب لو مش قادر أبعد عن الناس دي أعمل إيه؟ يبقى اقفل ودنك، خليك موجود ومش موجود، وحب نفسك بجد. بص، في نسبة كبيرة من اللي بيجيلهم المرض ده بيبقى دايما بيحب يساعد الناس، دايما موجود عشان غيره، وبيجي على نفسه دايما. طب وانت فين؟ ليه دايما في آخر الطابور؟ اطلع قدام، حط نفسك الأول. زي الطيارة، لما بتروح تطلع في الطيارة يقولك حط الماسك لنفسك الأول، لأنك لو وقعت مش هتعرف تساعد حد تاني. مش لازم تعمل كل حاجة، مش لازم البيت يلمع، مش لازم تنجز كل حاجة في يوم واحد. قسم طاقتك وسيب حاجة لبكرة وارتاح. والأهم، اطلب مساعدة، بلاش فكرة أنا سوبر هيرو، لأن الحقيقة إنك ممكن تبقى مش قادر تقوم من مكانك أصلا، فليه العند؟ قول أنا مش قادر، ومن غير ما تبرر. ما تتعبش أعصابك بإنك تحاول تبرر. أنا مش قادر لأني مش قادر، واللي مش هيقدر تعبي يبقى ما يفرقش معايا خالص. مش لازم يبقى في دايرة أحبائي أو حياتي اللي عايزة أعيش فيها. مش قادرة أقوم أطبخ، يبقى أتكلم وأقول إني مش قادرة وإني محتاجة مساعدة، محتاجة حد يطبخ، أو حتى إنه يطلع حتة عيش وجبنة ويأكل العيال، لأني مش هقدر النهاردة. خليك صريح مع نفسك واطلب المساعدة وحاول ترتاح. ادخل نام، ادخل ارتاح، الدنيا مش هتتهد. اطلبي من أختك ولا جوزك ولا أهلك، جارتك، صاحبتك، أي حد بتثقي فيه، اطلبي منه إنه يقعد مع ابنك أو بنتك، لأنك محتاجة تنامي كام ساعة، عايزة تشحني فيها طاقة عشان تكملي اليوم. مش عيب ولا حرام، بالعكس ده واجب وتستحقيه من اللي حواليكي. انتي بتحاولي توزعي الطاقة اللي عندك على قد اليوم أو الأسبوع عشان ما تقعيش وتغيبي بالأسابيع، بس المرة دي هيبقى غصب عنك. أنا مش جاية أعمل مشاكل هنا، أنا جاية أقول إنك انتي تستحقي إن حد يتعب عشانك، تستحقي إن حد يساعدك، تستحقي إنك تريح نفسك شوية عشان تقدر تكمل. أهم حاجة إنك اوعى تأنب نفسك إنك مقدرتش، لأنك كده هتبقى ما عملتش حاجة. تأنيبك لنفسك هيزود الهجمة وهتقعد الأسبوع كله في السرير بدل ما كان يوم واحد أو كام ساعة. غير تفكيرك، ولو مش عارف اطلب مساعدة من دكتور أو متخصص عشان يساعدك تغير تفكيرك وتتحكم في مشاعرك. مش عيب، بالعكس ده هو ده الصح. بطل بقى فكرة أنا جامد جدا وبعرف أعمل كل حاجة لوحدي. حاجة كمان مهمة قوي، جرب تعمل لنفسك مساحة أمان، صندوق سعادة، صور، ذكريات، حاجة بتهديك، ولما تحس إنك بتغرق ارجع لها. اقعد مع نفسك شوية، لأن جهازك العصبي محتاج يرتاح. بالنسبة بقى للأكل، الموضوع مش سهل ومش كلنا نقدر نمشي على نظام مثالي، بس حاول. وأبسط حاجة تبدأ بيها قلل السكر والمخبوزات وأي حاجة معمولة من الدقيق. راقب نفسك وهتلاقي الهجمة بتيجي بعد ما تاكل حاجة حلوة، والالتهابات دايما بتزيد بعدها. حاول، حتى لو فشلت حاول تاني. والحركة، حتى لو 10 دقايق مشي أو شوية يوجا، هتفرق كتير. انت مش عايز عضلاتك تتيبس وتخليك مش عارف تتحرك أكتر. المية السخنة بقى صديق جدع، صدقني دش سخن ممكن يفرق في يومك كله. وفي الآخر مفيش طريقة واحدة، هي رحلة وتجارب ومحاولات. جرب واسأل واغلط وحاول تاني، بس أهم حاجة ما تستسلمش. انت مش لوحدك، انت بطل، وانت تستحق حد يساعدك، وتستحق انك تحب نفسك وتساعدها. ربنا يخفف عن كل مريض ويطبطب على كل حد موجوع ويعفو عنا. وأشوفكم على خير وصحة وسعادة دايما يا رب. ودي كانت تجربتي وحكايتي مع الفايبرو مالايجيا.